لو بيدي يا رمي كان رويتك بدموعي. سر الخضر في الري ومنين اجيب المي، حزين يرمل عليكي نفسي تكوني خضار. انا لو بيد ارويكي بدموعي ليل نهار. بجري ورا حلمي الخطوة ما تشلنيش، متى يزول همي والفرحة ما تسعنيش. من السنين بتفوت وفي كل ثانية بموت، متى يا دنيا هعيش. ليه القلوب الطيبة ملهاش مكان وسطينا، والفرحة تبقى قريبة نقتلها ليه بإيدينا. اخدنا ايه من الطار غير دم دمع ونار، نعيش بقلوب حزينة. عاود مطرح ما جيت ما عادش باقي حديد. طبع الحلم جبان دايما يعيش في الظل، لا عمره يوم بيبان ولا عالحقيقة يهل. وحتى ايه سويت لساني بحلم بيوم كله يعيش سالم آمن ولا مهموم. لساني بحلم بيوم لا يبقى فيه ظالم ولا يبقى فيه مظلوم. ايه الصحراء شلون خليت القلوب قاسية، لكن الخضار يعني الحياة، يعني الحياة، يعني الحياة، يعني الحياة. عرفت مكان الفلوس فين؟ شيخ مصطفى، قصدي عزام. أنا عايز أتوضى، عاوز أصلي. ينفع يا ولد عمي؟ بسم الله. فايز دكروري، فايز دكروري، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يغفر لك لسانك، الله يغفر لك لسانك، الله يغفر لك لسانك. وقت الفراق اوجاه لا نفعني مال ولا جاه. يا ريت كل القلوب تلحق تفوق وتتوب، دي التوبة طوق النجاة. كل اللي في الجبل هنا هيقول يلا نفسي. عيوني كانت بتشوف لكني قلبي ضرير. ظلمت يا مألوف ولا يوم سعيت في الخير، لحد ما قلبي قبلك خدته لطريق النور. ندمان على عمري قبلك وبكيت دموعي حور. الشر كان دنيتي وعزوتي وناسي، والظلم كان سكتي وقلبي كان ناسي. ان اللي قبلي اندفن ما خدش شيء وياه، ما في جيوب للكفن ما تغرناش الحياة. وقت الفراق اوجاه لا نفعني مال ولا جاه. يا ريت كل القلوب تلحق تفوق وتتوب، دي التوبة طوق النجاة. المطرية سابوا الأرض وهنداوي عاود الجبل. أرض الشوم واللوم. أنا اللي بفكر فيه دلوقتي حكاية الواد زين دي.
لو عرفنا ايه الملعوب ده اكيد هيوصلنا لسكة تايهة عنا. السر مع الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى ابقى اروح اشوف وراه ايه، بس بعد الهم ده ما ينزاح. ادينا نصبروا شوي. شيل يا فكري، شيل. يا ابوي الصندوق ده فيه. ريح يا فكري. ايوه ريح شوي. ريح ايوه. بقول لك يا فكري تيجي نفتحه. لا ونخون ولد عمنا. طب شيل. ايوه شيل. هو الصندوق ده فيه ايه؟ اكيد الصندوق ده فيه قتيل. ريح يا فكري. أيوة ريح. ريح يا فكري. ريح يا فكري. الصندوق ده فيه مجوهرات. لا فلوس. لا مجوهرات. لا فلوس. مجوهرات. لا فلوس. فكري اقول لك يلا شيل. ولد عمنا هيورث. لا ورث ولد عمنا. بينا عليه. يلا شيل يا فكري. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اطل على احمد عيب. اتفضل. وهي احمد. ايوه خبر يا ولد. يا خال كيفك؟ الحمد لله نحمد على كل حال. ازيك يا خال؟ يا ولدي الشغل ده تقيل عليك. والله انا مرتاح كده يا خال. طب واخرتها؟ مفيش، حال يهدى بس ان شاء الله نروح على مصر ومنها على اي بلد تاني. اللي في دماغك في دماغك. ايوه يا خال كله على الله. ونعم بالله يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. على السلامة يا خال، خلي بالك من نفسك. ربنا يهديك يا ولد. على مهلك. خلي بالك. على مهلك. تعال علي. تعال علي. شفت بقى فلوس مجوهرات. بقول لك فلوس. لا مجوهرات. فلوس ومجوهرات. لا مجوهرات وفلوس. خلاص مجوهرات وفلوس. لا فلوس ومجوهرات. شفت بقى ان انا عندي حق. لا عندك مجوهرات وعندك فلوس. ببطل اضرب الناس ليه؟ ما تهم الله. تقيل قوي. فلوس ومجوهرات. لا مجوهرات وفلوس. بقول لك فلوس ومجوهرات. لا مجوهرات وفلوس. وادي يا سيدي صندوق الفلوس والمجوهرات بقى في امان. لكن كل دي فلوس تحصل عليها دكروري، دي كتير قوي. الله يغفر له ويرحمه. مش قصدي يعني ربنا يغفر له، لكن دي فلوس تكفي البلد كلها. طب وش ناوي تسوي فيها الحين؟ لا دي قصة طويلة، لازم اشاور فيها الناس اللي يخافوا ربنا، وبعدين مش هعمل اي حاجة من دي الا لما تسافر يا عزام. نروح نحجز سوا. طبعا، وانا اقدر اسيبك؟ ان شاء الله نطلع على سوهاج وتاني يوم تسافر طوالي. يعني اقدر اروح اودع ارض الشيخ مصطفى؟ تودعها كيف يعني؟ والله مو هاين علي فراقها، هي اللي كانت شاهدة على حلمي. طول ما عندي عزيمة وقوة حلمك هيبقى حقيقة يا عزام. اول مرة احس ان حلمي مو خواف، جت قوة غير طبيعية. الايمان يعمل معجزات يا ولد عمي. معك حق، الله يعينك على اللي انت فيه، بسببي جتك مشاكل كثير. ربنا يعديها على خير، لغاية بكرة بس. يعني الشيخ مش هو الشيخ؟ ايوه اسمه عزام. يعني دين اخويا انقتل صح؟ ايوه انقتل واندفن كمان، والناس كانت فاكراه عزام. يعني زين مدفون في البلد؟ اندفن في مدافن عيلة الضو. يا ويلك مني يا عتريس. بس عايز اعرف هو كان مداري عليا ليه؟ ما يمكن ما يعرفش المكان دي. يعرف ولا ما يعرفش؟ انا اللي صرفه معاه. دلوقتي هنشوف موضوع الفلوس اللي دسها دكروري عند صالح، وهنهجم وميتها كبير. مالكش صالح بالموضوع ده. ليه؟ انا ليا تصريف. الاول هنشوف موضوع الفلوس، وبعدين عتريس. انا بقى ليا عنديه دم دلوك. خلاص برحال بعد
موت الأماني ما عاد فيني حيل أداري همومي، ضاع الأمل مرات واصبحت عاني من بعد ما طارت هم نجومي. خلاص برحل ضاق فيني مكاني، طير الحزن من فوق راسي حومي، دقت الأسى والضيم واظلم زماني، يا كم مسحت دموع عيني بكمومي. انت ما نمتش ولا ايه يا عزام؟ لا والله صليت الفجر وقعدت اتفرج على الارض شوي. انا شايفك حضرت حالك، خلاص جاهز نروح سوهاج. خلاص يا صالح، على خيرة الله، نفطروا لقمة صغيرة وبعدين نتوكل على الله. بنت يا دعاء، انت يا بنت لساكن نايم امال، انت يا بنت يا دعاء، بنت يا دعاء. البنت دي راحت فين يا خالك؟ البنت ما هياش مطرحها يا عزام. كيف؟ يعني وين بتروح؟ وانا موجودة في البيت كله. يا ابن الحلال تلقاها راحت من هنا ولا من هنا؟ تروح فين بس في ساعة صبح زي دي؟ بنت يا دعاء، دعاء يا دعاء، ما شفتش دعاء يا حاج؟ يا دعاء، دعاء وين يا صالح؟ ما لمحتش البنت دعاء اختي ماشية دلوقتي؟ لا ما لمحتهاش. يا دعاء، ما يمكن تكون في الزريبة ولا بدالة حدا الأرض. احنا رحنا هناك وفتشنا ما لقيناهاش. حبيناش ندور معاكم. كتر خيركم يا رجالة. يا دعاء، دعاء تحت الشجر يا فكري يا مكاننا برتقال. برتقال ايه يا بكري؟ ده قصب قصب. بكري بكري، قوم يا ولد قوم قوم. خير اللهم اجعله خير. البنت دعاء مش لاقينا في اي مطرح. دعاء مين؟ دعاء هي راحت فين؟ ولا لو كنت اعرف هي راحت فين كنت جيت لكم يا ابو مخ طخين انت وهو. اسمعوا، تقلبوا البلد عليها وطيها لحد ما تلاقوها. فاهمين؟ فاهمين. ان شاء الله مش هنرجع الا وهي في ايدينا. بقول لك يا فكري. قول يا بكري. دعاء مين؟ دعاء مين اللي قدامه؟ ولو كنت اعرف كنت قلت لك على طول. فكري بكري فكري بكري. بس الاسم ده مش غريب عليا يا فكري. ولا غريب علي انا كمان. تيجي نسأله؟ يا ريت نسأله. يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح. دعاء مين يا صالح؟ ما قلت لناش دعاء مين يا صالح؟ يا صالح. الشر طار وحلك فوق روسنا زي الطين، اتارك مستني يسرك من قلب دارنا الخير. الشر طار وحلك فوق روسنا زي الطين، اتاريك مستني يسرك من قلب دارنا الخير. طايش يا شر طايش على دم الخلق عايش، طايش ولا عمره فرق ما بين كبير وصغير، ما بين كبير وصغير. الشر طار وحلك فوق روسنا زي الطين، اتارك مستني يسرك من قلب دارنا الخير. سألت في كل دار، سألت حتى الحجر، جوايا نار ومرار يكفوا كل البشر. الحزن جواكي من أول المشوار، الحزن لساكي لساكي بعد صغار، لساكي بعد صغار. الشر طار وحلك فوق روسنا زي الطين، اتارك مستني يسرك
من قلب ضرنا الخير. ازاي قلوب بريئة بتشيل هم الحقيقة زي الخلق الكبار، 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 زي يا عم انت وهو معقول عتريس هيخطف بنت صغيرة؟ هو مفيش غيره، مين في البلد كلها يكره صالح كديه؟ عندك حق. ازاي يعني عيله صغيره تطوف في بلد زي بلدنا دي؟ ده احنا كلياتنا نعرفوا بعضينا. تعرفوا البنت دي لازم تكون مخطوفه. ما يمكن عتريس ما هوش اللي خاطفها. يا راجل ناسك انت، هو من يجرؤ يخطف من عيله الضوء غير عيله عتريس؟ ايوه صح، ربنا يستر. لو لقيوا البت عند عتريس الدم هيبقى للركب في البلد كلاتها. السلام عليكم يا ابو يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفتش البت دعاء اختي الصغيره؟ لا يا خال. لا اله الا الله. على فين؟ اجي معاك. بضاعة مليحة واد عمي، ربنا يبارك لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا خال. مرحب بيك يا ولدي. أهلا يا خال. يا ولدي أنا عندي خبر كده جاي بالبلد، ما عرفش أقوله ولا لا. خير يا خال، مخبي عني؟ ما تبيش حاجة عنك يا ولدي. أصله قلقتني يا خال. صالح أخوي بخير؟ صالح بخير يا ولدي، إنما أختك دعاء. دعاء؟ مالها دعاء؟ يقولوا إنها ضايعة من الصبح. ضايعة؟ ضايعة كيف يعني؟ يقولوا إنها مخطوفة واللي خطفها رجالة عتريس. عتريس؟ عتريس؟ ولدي انا بقول لكل الرجاله اللي قاعدين اني محجوج لعيله الضوء. قلت في عقل بالي الطيب احسن ونبقوا مسالمين، لكن النتيجه اهي كيف ما انتوا واعيين. عتريس اتوحش وحصلت كمان انه يخطف البنت الصغيره اللي ما تعرفش حاجه. عايزين نهدى شويه يا صالح عشان نشوف هنعمل ايه. خلاص يا شيخ فضل، احمد كان عندي حق، انا اللي غلطان. اللي زي عتريس ده ما يمشيش مع الكلام، اللي هيتكلم دلوقتي هو السلاح. عتريس ده لازم يجي هنا ويجر على مكان البت، وبعديه انا اللي هقتله بيدي. ان شاء الله يروح فيها بيت راجل ما يهمنيش. كان لازم اقتلك قبل ما ارحل عن البلد يا عتريس. كيف تعمل كده يا احمد؟ تهمل دارك وشرفك وعيلتك وتقول مالي الصالح. لكن معلش، ملحوقة يا ابن الضوء. جاي لك يا عتريس، ويا سواد ايامك لو مسيت شعر من دعاء اختي. ساعتها هخليك تتمنى الموت وانا بنهش في لحمك الحي. جاي لك. صالح وش انت ناوي عليه؟ قل لي. بقول لك ايه، مالكش صالح بالموضوع ده. الا لي صالح. دعاء زي ما تهمك تهمني، والاشياء اللي قاعد تسويها هذه ما راح تحل الموضوع. بكفاياك حديث ماسخ، انا ما عايش اسمع منك ولا كلمه. انا حديثي ماسخ يا صالح؟ هذه اخرتها؟ ايوه اخرتها. من يوم ما رجليك حطت البلد وانا عايش في نار. الصبح قلقان عليك لا يسيبك مكروه، وبالليل ما يغفلش جفن من خوفي عليك. ممكن تقول لي انا وش حصل مني يا صالح؟ انت ما عملتش، انا اللي عملت مصيبه كبيره. كان لازم ترجع لبلدك باي ثمن. كل هذا عشان قلت لك ان القتل والدم ما راح يسوي الموضوع. الكلام ده ما يمشيش هنا. عشان تعيش هنا لازم تبقى قوي، لازم الناس يخافوا منك. لا كذا ما يصير في فرق بيننا وبين حياة الغابة. ايوه ده غابة. ان كنت نسيت ارض الشيخ مصطفى ما رجعتش الا بالقوة، وده كروري دفع حياته ثمن للارض دي. احنا جاهزين يا ريس. الشيخ فضل والرجالة وصلوا واقفين برا يا ريس. انت تستنى هنا لحد ما ارجع، مفهوم الحديث؟
يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب، كله يعيش في الخير، ننسى الظلم والخوف، نجعل خيالنا كفوف تحصد أماني كتير. يا رب بكرة الجاي، يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب، يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب. مد الايدين بالذهب للي بيتألم، مطحون سنين فرحان، خلي لسان اللهب يسكت ما يتكلم، وكفي الحكاوي يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب، يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب. توب قلوب كالحجر يا رب واسعدنا، في ايديك مصير الكل، فرح جميع البشر، قوي سواعدنا، تهدم جبال الذل. يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب، يا رب بكرة الجاي كله يشوف الطيب، يا رب بكرة الجاي